ما تشاهدونه في الصورة هو درون مغربي الصنع 100% وماشي اللعب مثل سيارة السياسي. هذا الدرون المسمى بصغير القرش تمت صناعته في المغرب من طرف هذين الشابين. الاسم زكريا فهيم، مطور برمجية طائرات بدون طيار. محمد بالكورة، انجينيور ايرونوتيك وفونداتور ديال لا سوسيتي كورير، هي واحد الشركة ديال لي درون كي بور بوت دو مودرنيزي بليزيور سيكتور، وبتعاون مع الجامعة الدولية بالرباط. دونك هذا الدرون هذا إلي ديفلوبي اون بارتناريا مع لونيفرسيتي انترناسيونال دو رابا، وأيضا تم تزويده بنظام تشغيل 100% مغربي، بحيث لا يستطيع الوصول إليه أي طرف ثالث خارجي كما يحدث مع الأنظمة المستوردة، بحيث يبقى دائما للشركة الأم صلاحية الوصول للداتا وللبيانات ويستطيعون معرفة ما تفعله بأنظمتهم. المشكل فاش كتجيب ان درون امبورتي من على برا وتا لو سوفتوير غنمشي لو سوفتوير بلوتو، هذا لو سوفتوير هذا فاش كتبدا في تريتمون ديماج اكسيتيرا، انت لو كليون ديالك كتسمع واحد الكونطرا ديال ان دي اي تاع لا داتا ديالو ما تمشيش، الناس ما خصهمش يعرفوا. تخيل معايا دابا باش الناس نحطهم في الصوره، انت ثاني واحد الكونطرا كونفيدونسياليتي مع لو كليون ديالك، مي لا انت لا هو ما عارفش باللي هذاك لو درون ولا هذاك لو سوفتوير اللي خدام به الناس راه عندهم لاكسي لا داتا. سو هذا كان هو لو شوك الاول ديالنا، سي كو لا داتا ديال الناس ما محمياش واخا كنخدموا بهم في لو سوفتوير. دونك شنو كان الحل؟ هو نديفلوبي واحد لو سوفتوير ماروكان الاولى. ثاني حاجه ملي بدينا باغي نحلوا غير المشكل لقينا راسنا نقدر نزيدوا اي حاجه بغينا في هذاك لو سوفتوير، حقاش كامل ديالنا ملي كنتي كتجيبو ما كتقدر تزيد فيه والو، الا زدتي راه ماشي ديالك، دونك ما عندكش الحق انك تزيد في هذا السوفتوير هذا شي حاجه باش تادابتيها. ما حدنا حنا كنخدموا وكنزيدوا لقينا راسنا في واحد لا سوليسيون كي هي بيرفورمانت ديال هاد لا جينيراسيون هذا افيك اون تكنولوجي اللي تقدر تخدم في بليزيور دومين. ملي كملنا لو سوفتوير اوكي، علاش لا ما نديروش انا هاردوير اللي هو لو درون؟ واللي زوينه فهادشي حتى واحد ما يقدر يكون عارف المغرب علاش خدام، وهادشي اللي خاصنا في هذه المرحله هذه. خصوصا كنهضروا على لابارتي ديال لا سيكوريتي. لكن هذا الدرون المغربي وبنظام تشغيل 100% مغربي يحتفظ بسرية كل العمليات التي يقوم بها هذا الاختراع. هذا الاختراع المذهل من طرف شباب مغاربة اختراع واجد وديال بصح. علاش الدولة المغربية خصها تشجع مثل هؤلاء الشباب الغير سياسيين المقاولين ديال بصح، علماء مخترعين، يجب أن تدعمهم بالملايير وليس دعم السياسيين بائع الوهم للمواطن. وما علاقة هذا الدرون بالدرون العسكري التركي بيرقدار؟ كيف كتعرفوا إخواني المغاربة، المغرب أصبح مسيطر تماما على حدوده الجنوبية بفضل سلاح نوعي، إنه الدرون أو الطائرات المسيرة بدون طيار، سواء التركية أو الأمريكية. بعد شراء أحدث الطائرات بدون طيار من الولايات المتحدة والمغرب يتعاقد على 12 طائرة موجهة من طراز بيرقدار التركية. وهنا نذكركم أن قصة الدرون التركي بيرقدار بدأ سنة 2005 فقط وبنموذج جد أولي، بل يمكننا القول أنه بدأ بلعبة. أما هؤلاء الشباب فقد طوروا الدرون محترم وبنظام تشغيل جد متطور، إذا تم دعمه الآن يمكن تحويله بعد سنوات قليلة لدرون عسكري مغربي فتاك، والعمليات التي يقوم بها ستكون سرية لأقصى الحدود، لأنه لا يوجد طرف ثالث يصل للمعلومات. وخصوصا وأن هذا الدرون المغربي حاليا خدام يستعمل في الفلاحة والطوبوغراف والهندسة، ويحمل كاميرات متعددة، ويمكنه أن يحمل حمولة محترمة. يمكن جعله درون مدني يساعد المهندسين والشركات وما إلى ذلك. يمكن تحويله إلى درون انتحاري، وأيضا يمكن تحويله إلى درون فتاك، وأيضا يمكن تحويله إلى طائرة مسيرة. كل ما تحتاجه شركة هؤلاء الشباب هو بعض الدعم، وفي سنوات قليلة قد نستطيع تصدير هذه التكنولوجيا وأن نصبح من الرائدين فيها، كما فعلت تركيا مع بيرقدار، والذي بدأ بنموذج يشبه اللعبة ليتحول اليوم إلى آقنجي من أكثر الأسلحة تطورا في العالم حاليا. هذه شركة تستاهل الدعم. هؤلاء الشباب ليسوا سياسيين، لديهم منتوج جدي واجد خدام يشرف. هذه هي المشاريع التي تستحق الدعم، وهذه هي قصة تركيا مع طائراتها المسيرة التي اشتراها المغرب لتتضح لكم سهولة الطريق أمام المغرب بفضل هؤلاء الشباب. لكن هل سيتلقون نفس الدعم الذي تلقته شركة نيو موتورز؟ سلجوق بيرقدار شاب مهندس مهووس. سنة 2005 كلم بيرقدار بعض المسؤولين في الدولة التركية ودعاهم لرؤية نموذج صغير لطائرة بدون طيار صنعها في مرآب بيته، وهي التي تشاهدونها في الصورة. ليست مبهرة جدا، فهل ستؤمن به مؤسسات بلده؟ Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu.
في نفس الوقت كان أردوغان يتوسل أمريكا لتبيع له طائرات بدون طيار المسماة المفترس، لكن أمريكا قالت لتركيا لن نبيع لكم أي شيء لأنكم لستم حليف مطيع، كما أن علاقتكم متوترة مع إسرائيل. المهم كان رد أمريكا ما بيعيش لكم سدينا. نعود للشاب سلجوق بيرقدار. زاره المسؤولون الذين دعاهم لرؤية طائرته في بيته، لم يتجاهلوه كما يحصل عندنا، جاءوا لزيارته وليلقوا نظرة، وكان ما وجدوه هو ما تشاهدونه أنتم في هذا الفيديو. هل سيقتنع هؤلاء المسؤولون أن هذه الخردة ستتحول إلى أقوى وأرخص طائرة مسيرة فتاكة في العالم؟ نعم، آمنوا به وأعجبهم عمله، رغم أن الطائرة التي شاهدوها كانت مجرد بروتوتايب صغير، لكن بيرقدار له مؤهلات علمية محترمة وله رؤية وموجد كل شيء كما نقول على الورق بطريقة احترافية، وكل ما يحتاجه هو الدعم. سلجوق بيرقدار كان طالبا في أمريكا في معهد ماساتشوستس، وما أدراك ما معهد ماساتشوستس. المهم بعدما رفضت أمريكا بيع طائرتها المسيرة لتركيا، تركيا قررت أن تصنعها بنفسها ووضعت برنامجا لذلك. ومن ستضع على رأس هذا البرنامج؟ اتضح أن المسؤولون يعرفون شخص اسمه سلجوق بيرقدار، وله مشروع شبه متكامل يحتاج الدعم فقط، فوضعوه على رأس ذلك البرنامج. شاب صغير في العمر قد يحتقره مسؤول مكرش ممن هم عندنا، الشخص المناسب في المكان المناسب. ووضعت تركيا تحت يد هذا الشاب بيرقدار سلجوق كل ما يريد، وهكذا ستتحول هذه اللعبة إلى هذا الوحش بحجم سمكة قرش، لكنها قرش طائر لا يمكن إسقاطه ولا رؤيته. بعد النجاح المبهر لهذه الطائرة التركية بعد إطلاقها، قامت كندا حليفة أمريكا بالاتصال بتركيا وقالت لها لن نبيع لكم بعد اليوم كاميرات الطائرة، لأن تركيا كانت تستورد الكاميرا من كندا. فردت تركيا كنا نعرف أنكم ستفعلون ذلك، لقد صنعنا كاميراتنا الخاصة، مع السلامة، وكاميرات أفضل من الكاميرات الكندية وبدقة 1,800,000,000 بكسل. ولهذا السبب تحلق هذه الطائرة الصغيرة عاليا جدا، تستطيع هذه الطائرة رؤية كل شيء على الأرض وتقوم بقنصه في الحال. تمت تسمية الطائرة بيرقدار على اسم الشاب الذي صنعها وليس على اسم الرئيس أردوغان. طائرات بيرقدار صغيرة الحجم تزن نصف طن فقط، تحمل كاميرا بدقة 1,800,000,000 بكسل، وأيضا معززة بتقنيات الرؤية الليلية، تطير على ارتفاع كبير يصل إلى 8 كيلومترات في السماء، كما أنها تستطيع أن تظل في الجو لمدة 24 ساعة بدون إعادة التزود بالوقود. تحمل صواريخ ذكية تركية الصنع، صنعوها أتراك آخرون بالتنسيق مع السيد سلجوق. هذه الصواريخ تنزل من السماء الصافية والصامتة كالبرق، كما أنها لا تخطئ الهدف أبدا لأنها صواريخ موجهة بالليزر والأقمار الصناعية. هل تتذكرون أنظمة الدفاع الجوي S-300 و S-400 الروسية التي تشتريها الجزائر، أو باتريوت الأمريكية التي يشتريها المغرب؟ هذه الأنظمة تقوم بإسقاط أي طائرة تطير في الجو، لكن طائرات بيرقدار لا تستطيع هذه الأنظمة إسقاطها لأنها لا تستطيع رصدها أصلا عبر الرادارات، كما أن طائرات بيرقدار تستطيع سحق هذه الدفاعات الجوية. المهم بعدما صنع هذا الشاب هذه الطائرة ونجح، التقى الرئيس أردوغان واستضافه في بيته، وجات عين في عين بنت الرئيس كما نقول. أعجبوا ببعضهم، وبعد مدة قال للرئيس عمي أردوغان أريد ابنتك للزواج، رغم أنه مجرد شاب عبقري من عامة الشعب وليس ابن عائلة معروفة أو ذات حسب أو نسب. فرد عليه الرئيس وإني طلعت سلجوق مع راسك، طبعا يشرفنا ذلك. وأصبح سلجوق صهر الرئيس التركي. المغرب اشترى 17 طائرة بيرقدار تيبيتو، والتي إذا استعملها في أي حرب ضد بوليساريو ستمنع أي تقدم محتمل نحو الحدود، وسيستطيع المغرب حماية حدوده بشكل جيد وبطريقة مريحة. توفي مؤخرا قيادي في بوليساريو اقترب من الحدود المغربية، قيل أنه تم قصفه بطائرة بدون طيار مغربية. المهم السيد سلجوق بيرقدار طائرته اليوم أصبحت أكبر، وصنع مؤخرا طائرة بدون طيار المسماة أكينجي الضخمة، والتي تحمل كما هائلا من الأسلحة. هذه الطائرة المسيرة هي وحش بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتجعل مالكها يربح أي حرب يدخلها وبسهولة. Akıncı yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. المهم الدروس المستخلصة من هذه القصة وهذا الخبر: دولة في 10 سنوات أصبحت تبيع السلاح الأهم عالميا. الاستثمار في الثروة البشرية وتشجيع الكفاءات والطاقات هو السبيل الوحيد للتقدم، في حين تعاني بلادنا من ظاهرة هجرة الأدمغة.
تركيا نجحت بهذه الأدمغة التي تعلمت في الخارج وعادت لتفيد بلدها، وهذه الأدمغة لقيت الدعم في بلدها وليس التجاهل. لقد شاهدنا كيف استثمرت تركيا في هذا الشاب، وشاهدنا النتائج التي حصدتها تركيا. في نهاية هذا الفيديو نتمنى أن نرى بلدنا في يوم من الأيام يصنع سلاحه بنفسه. شكرا لكل من يدعمنا عبر الانتساب للقناة أو إرسال شكرا أو زيارة متجر القناة. المهم إلا شريتي شي تيشرت صور راسك لابسها فيديو 10 ثواني وصيفطوا لي في هاد جيميل وغادي ندوزك في الحلقة القادمة. تطبيق واحد يساوي 20 تطبيق مختلف، مثلا يحتوي على تطبيق القرآن مكتوب وبالصوت في نفس الوقت مع التلاوة والتجويد، يعني ممكن تقرأ مع المقرئ وبخطوط أصلية مع الترجمة لعدة لغات ومع التفسير في نفس الوقت. ليس هذا فقط، زائد أهم كتب الحديث كصحيح مسلم والأربعون النووية والحديث القدسي وغيرها من الكتب في نفس التطبيق، زائد تنبيه الأذان لكل مناطق العالم وسجلات الصلوات الفائتة مع رسوم بيانية، زائد تعلم الحج والعمرة بكل التفاصيل، زائد أدعية كتاب حصن المسلم، زائد اتجاه القبلة لكل مناطق العالم مع عدة ميزات إضافية كالأماكن الإسلامية والطعام والمتاجر الحلال في أوروبا وكل العالم والملابس والمدارس والمساجد والعديد من الميزات الأخرى التي لا تخطر على بالك. المهم يمكنك القول الدين الإسلامي برمته تقريبا في تطبيق واحد دون ملء ذاكرة هاتفك بعدة تطبيقات. يعمل على الأندرويد والآيفون. المرجو دعم هذا المشروع العالمي الإسلامي عبر الضغط على الرابط في التعليقات. إذا وصلت هنا اكتب في التعليقات كود نستعمله بيناتنا #وصلت لكي أميز تعليقك. تحياتي لك.